90% من الصناعية لما يلاحظوا العيب ده بيجيبوا موتور جديد، وبعد كده يكلفوا العميل ما تغيرش الموتور لو لقيته بيعمل صوت تكتكة وبرضك التبريد ضعيف. كمل معايا بقية الفيديو وانت هتعرف ايه السبب وايه الحل. لو لاحظت ان الموتور عندك بيعمل صوت تكة وبعد 3 ثواني بيشتغل وحطيت ايدك عليه ولقيته سخن، اول حاجة لازم تعملها بيبقى عندنا حاجة اسمها مجموعة بتركب هنا في الجزء ده زي اللي انتوا شايفينها معايا. هما بيبقوا قطعتين، دي مفروض دورها ان هي بتقوم معانا الموتور اللي هي الريليه والاوفرلود. لما يحس ان الموتور وصل لدرجة سخونية عالية بيخليه يفصل. الصوت التكتكة بيبقى 90% من القطعة دي. ليه؟ لان بيبقى عندنا مشكلة ان التبريد ضعف جوه دايرة الفريزر، وبعد كده الموتور بيشتغل فترة طويلة. فالطبيعي ان انت هتغير الموتور. لا، الصح ان احنا نجرب الموتور خارجي، وبعد كده لو لقيناه اشتغل معانا بنجيب القطعة اللي احنا قلنا عليها اللي هي دي، وبعد كده بنركبها هنلاقي الموتور اشتغل معانا تمام. لما تلاحظ العطل ده معاك يحصل او التبريد ضعف فورا لازم تغيرها. ولو حصل معاك المشكلة دي ابعتلي في التعليقات. ولو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة لكي يوصلك كل جديد.